فضيلة الشيخ حسن برحان المالكي، هذه معركة بدر كان فيها الفداء، كان فيها الشجاعة، كان فيها الوفاء، كان فيها مجموعة من القيم. هذه القيم خالية، يعني مكانها خالي في مناهجنا التربوية. أنا أتذكر في أيام الطفولة درسنا غزوة بدر أنه كانت في اليوم الفلاني من رمضان، ثم رجعوا المسلمون إلى المدينة وراحوا المشركون إلى مكة وقعدوا ينعوا ويبكون وانتهت القضية. بينما نحن نعلم أنه لو استفدنا تربويا كما ينبغي من معركة بدر لما كان عندنا شيء اسمه النكسة سنة 67، وبقيت هذه النكسة في القلوب والعقول والأدب والتاريخ والسياسة، وبقيت بصماتها وملامحها ومعالمها على الوجوه. حتى شعراءنا موجود من شعراء القرن العشرين الإنسان اللي قضى عمره كله في قضية النكسة. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ. نعم معك. اي هذه القيم والمبادئ لماذا؟ هل هي مغيبة عمدا في مناهجنا الدراسية، ام هي يعني جهلها خبراؤنا الذين يسارعون الى استيراد المناهج التربوية من جهات اخرى، مع انه نعم. يعني يظهر لي بالنسبة يعني قبل التعليق على ضعف المسلمين او ضعف شعور المسلمين وضعف تضامنهم كما حدث مثل ما تفضلت سواء في النكسة أو في الحرب الأخيرة في حرب إسرائيل على لبنان في تموز. لكن عندي يعني قبل تعليقين بسيطين. الأول مسألة الاحتفالات التي ذكرها أخي الشيخ الغروي. طبعا في فرق بين أن يعني أخشى أنه كثرة الاحتفالات سواء المفرحة أو الحزينة، إذا يعني لو احتفلنا، طبعا الاحتفال شيء والذكرى وذكرى الشهداء وذكرى المآسي أيضا حتى نتذكر، هذا طيب ما في بأس. إنما لو احتفلنا بكل ذكرى حسنة ما بقي يوم في سنتنا حزين، ولو احتفلنا بكل مأساة يعني أو ذكرناها ما بقي يوم فرح. فأحيانا البعض عندما يتحفظ، حتى نحسن الظن، عندما يتحفظ من كثرة الاحتفالات قد لا يكون عنده مسألة أنه والله مثلا الأخوة الشيعة يحتفلون باستشهاد الإمام الحسين ظاهرة، بس أنه أيضا في مآسي أخرى. إذا واصلنا الاحتفال الحسين، العباس، أبو الفضل، زيد بن علي، النفس ما تنتهي المآسي يعني. وكذلك إذا احتفلنا بالأفراح لن تنتهي أيضا الأفراح. فالمقصود أنه يعني يكون الأمر فيه وسط، يعني دون مبالغة في كل احتفال مفرح ولا مبالغة في كل احتفال محزن. وإنما الذكرى نعم أن نذكر ونستفيد من تاريخنا ونعيده. المجهولين أنا أكبر ما يؤسفني أنه مثلا لو تسأل كثيرا عن أهل بدر ما يعرفون المشهورين حتى من بني هاشم أو حلفائهم. يعني طبعا شاهدها من بني هاشم النبي عليه الصلاة والسلام والإمام علي وحمزة مشهورين، يعني ما يحتاج تقريبا أن نفصل فيهم. لكن موالي بني هاشم وحلفائهم الموالي الذين زيد بن حارثة أيضا مشهور، لكن أنسة، من سمع بأنسة مولى النبي عليه الصلاة والسلام، من سمع بأبي كبشة وقد شهد بدرا، من سمع بصالح شقران وقد شهد بدرا، من سمع بحلفاء بني هاشم عبيد بن الحارث الذي استشهد يمكن مشهور، لكن أخويه الحصين والطفيل ما يسمع بهم أحد. مصطح بن أثاثة لولا أنه اتهم بالإفك في حق أم المؤمنين عائشة ما سمع به أحد. وربما لم يذكر كذلك من حلفاء آل مرثد، حلفاء حمزة، أبو مرثد الغنوي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي ما يسمع بهم أحد. طيب لهذا التغييب يعني أليس من الأفضل بدل أن يبحث عن أعلام متأخرين أن ينظر أهل بدر 300 وزيادة قليلا، ينظر المجهولين وننظر من هو أنس هذا. ثم طبعا موالي النبي ستجد دروسا عجيبة، يعني عندما تدرس زيد بن حارثة تجده أنه اختار النبي عليه الصلاة والسلام على أبويه، اختار أن يبقى عبدا على أن يكون حرا. هذا فيه درس عجيب من حيث خلق النبي عليه الصلاة والسلام والتأثر به. ثم اعتقه طبعا النبي أو تبناه بعد ذلك
خيره، كان قد خيره دون فداء، واختار أن يبقى وكان كبيرا. يعني أول ما اشتراه حكيم بن حزام كان عمره 18 سنة. فذكرياته مع أبيه ومع أمه يعني ليس طفلا حتى ينشأ عند النبي، ومع ذلك اختار النبي. هذا درس عجيب في خلق النبي العظيم. كذلك الموالي، عندما نقرأ من أهل بدر مثل أنس وأبو كبشة وصالح شقران، نلحظ كل موالي النبي اعتقهم واختاروا أن يبقوا معه. أنا ترجمت أو بحثت عن 14 من موالي النبي عليه الصلاة والسلام اعتقهم واختاروا أن يبقوا معه ويخدموه. هذا فيه درس أيضا عجيب في خلق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه المعاني البسيطة أحيانا ما ننتبه مع السرعة. واحد يعني يبحث غير متأمل، همه فقط يعرف بدر وأحد والخندق وماذا والفتوح واليرموك، يستعجل. بينما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لو تأملت فيها ولو حتى في ترجمة مولى من الموالي ستجد فيها وقفات وتجد فيها عجائب يجب أن نقف عندها كثيرا وندرسها. أما سؤالك حول فهذه أسميها المعاني الضائعة. المعاني الضائعة في السيرة النبوية هناك معاني كبيرة ضائعة ضيعناها بسبب السرعة وعدم التأمل. التدبر يعني مطلوب والتأمل. أما مسألة عدم الاستفادة من دروس بدر، طبعا يعني هو قوام الأمر الصبر. الله عز وجل العفو فضيلة الشيخ، العفو. يعني هل نحن نستحي بتاريخنا؟ وين العيب لو في فضائية من الفضائيات يجيبوا واحد خبير عسكري واحد خبير سياسي وكذا ويتناولون قضية بدر؟ وين العيب يعني؟ ما في إشكالية. أظن ما في إشكالية، لكن دخلت المنافسات في ظني أن المسلمين أصبحوا مبهورون بالفتوح الإسلامية أكثر من الغزوات النبوية. يعني أرى طغيان للفتوح، وحتى يعني قد أصدقك القول أنهم يحبون أن ينشغلوا بفتح الأندلس وأخبارها أكثر من الانشغال. يعني ما أدري هذا المرض في المسلمين ما سببه. بفتح الأندلس وخراسان وقتيبة وطارق بن زياد مشغولين بهم أكثر من شغلتهم دماءهم في بدر. يعني فضيلة الشيخ لو طرحنا السؤال التالي: الإسلام بمفهومه الصحيح هل هو دعوة للهداية أم هو توسيع إمبراطورية؟ إذا طرحنا هذا السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء ليوسع إمبراطورية أم جاء ليهدي البشرية؟ لأن شفناها الإمبراطورية التي وسعت راحت اليوم. حتى تركيا اللي كانت دار الخلافة صار اليوم نشوفها الحمد لله. يعني على كل حال ما ندخل في أمور غيره ليس فيها حجاب. هو الأمر يحتاج تفصيل. يعني هناك معظم طبعا بالتأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث مبشرا وهاديا ونذيرا. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وهو شاهد على هذه الأمة. والقتال من قاتله، والله عز وجل يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومن خلال الاستقراء نلحظ في الاستقراء على كثرة ما حاولت السياسة توظيف الغزوات النبوية، على كثرة ما حاولت توظيفها بأنه ابتداء بالقتال، إلا أنه عند التدقيق ستجد كل غزوة وكل سرية هي لعدو واضح محارب. لعدو محارب. فلذلك الأحلاف أو الذين المحايدون لم يهاجمهم النبي عليه الصلاة والسلام. نحن رأينا أنه كان يرسل السرية إلى المكان البعيد مثلا في حائل، وبين المدينة وحائل قبائل أخرى يعني غير مسلمة، ومع ذلك لا يهاجمها. ثم لما تبحث عن السبب تجد مثلا أن عدي بن حاتم أيام شركه كان يجمع لغزو المدينة. هذه السياسة لما أتت السياسة الأموية والعباسية أرادت نشر معلومة تفيد بأن المبادئة الآخرين بالحرب حتى وهم غارين، ويعني التوسع الذي ذكرته. نحن بحاجة لما نعيد قراءة السيرة نقيسها على الضابط الذي يضبط لنا السيرة هو القرآن الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وحتى الآيات التي ذكرت
بعدها واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني المحاربين. نعم. هذه الآية الدستورية، هذه إذا صحت الآية الدستورية، نعم، يأتي تفصيل الأمر بالقتال والأمر يأتي تحت المحاربة. كانت قريش محاربة حرب أساسية، اللي هو قتلت بعض المسلمين بمكة كوالدي عمار بن ياسر، واستولت على أموالهم وهجرتهم، ويعني ضايقتهم حتى انتشروا، منهم من هاجر الحبشة ومنهم المدينة. هم عدو شرعي إن صح التعبير، عدو شرعي، وكذلك خلفاء قريش. طبعا هذه لما نعيد دراستها سنجد تعبا، سنجد في الفتوح نفس الشيء. الفتوح في عهد أبي بكر وعمر للشام والعراق أيضا كانوا عرب مضطهدين، أيضا هذا تجد لها تبريرا. يبدأ من أواسط عهد عثمان، أو من يعني يبدأ التساؤل: هل التوسع في عهد عثمان هل كان استجابة للولاة؟ هل سيطر ولاة عثمان على السياسة الخارجية إن صح التعبير وأصبحوا يتوسعوا، أم أنه أيضا كانت المظالم لتلك الشعوب في النوبة وفي ليبيا وفي أفغانستان ومكران وكرمان أيضا كانت مضطهدة، وأن الأفضل أن يحرروا؟ ثم عندما حرروا هل كلفوا بإتاوات أكثر مما كانوا يكلفون من قبل أم لا؟ هذه كلها أبحاث بحاجة التفصيل، لأنه لا أنظر أنا إلى الفتوح نظرة واحدة بأنها كلها إما أن تكون خطأ ولا كلها من تكون صواب. لكن صحيح أن معظم الآن الشعوب المسلمة دخلت، مثل إندونيسيا دخلت ليس عن طريق السيف. معظم الشعوب المسلمة اليوم في أفريقيا، يعني أفريقيا ما أخذوا مثلا إلا الساحل فقط، من مصر إلى ليبيا إلى الجزائر إلى المغرب، الساحل حتى وسط الجزائر وجنوبها، وسط ليبيا وجنوبها، وسط مصر وربما المغرب كذلك وسط وجنوبه، لم يذهب إليها الفاتحون، وإنما دخلت هي عن طريقة إقناع الإسلام وعن طريق إما تجار أو دعاة وما أشبه ذلك. نفس الشيء في شرق آسيا، اندونيسيا وماليزيا وكما وصلها سيف. اذا واسلامهم افضل من الاسلام الذي دخل تحت السيف. يعني معظم المشاكل معظم مشاكل المسلمين اليوم وحروبهم تجدها في المناطق التي دخلت بالسيف، فيها مشاكل والديمقراطيات فيها منهارة طبعا في الغالب الأعم. أما الشعوب الأخرى كأندونيسيا والمغرب وكذلك وأواسط أفريقيا ليس فيها هذا، في مالي وتشاد وكذا، ظهرت المشاكل متأخرة، لكن كانت أكثر استقرارا من تلك الشعوب التي دخلت بالسيف. لكن على أي حال التفصيل في الفتوح يجب قياسها بالغزوات النبوية، ثم الغزوات النبوية يجب أن تقاس وفق القرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يعارض كتاب الله عز وجل الذي أمره بأن يقاتل من قاتله. نعم. ولا يعتدي على غيره. هذه يعني إذا ما أخذنا الترتيب من القرآن إلى السيرة ثم إلى الفتوح يعني يختلط علينا الموضوع. إذا بدأنا بالفتوح ومنهج عبد الملك مروان ومنهج معاوية أخذناه هو القاعدة، وقسنا وجعلنا وظفنا الآيات الكريمة والأحاديث ووظفنا السيرة النبوية تحت فتوحات عبد الملك ومعاوية والحجاج، ستختل الموضوع. نصبح نبحث عن امبراطورية توسعية ولا نبحث عن هداية الناس. ولذلك فرض الجزية عن من أسلم في عهد بني أمية، أسلم أو لم يسلم عليك الجزية. إذن هذا أيضا ليس واضح جدا الانحراف الكبير الذي حدث في الجهاد، في مفهوم الجهاد في العهد الأموي. يعني هذه إجابتي. أخشى أني أطلت على شكرا فضيلة الشيخ. لكن